يا صباح الجمال ومساء الفل حسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه دلوقتي. انا عايز اقول لكم ان لقد انتهت الرحله بتاعتنا، واحنا دلوقتي الحمد لله خلاص طالعين دلوقتي على المطار، وان شاء الله باذن الله رايحين على الامارات دولتنا التانية الحبيبه برضو. واحلى تحيه لكل اخواتنا واهلنا وكل العرب. عايز اقول لكم ان هي كانت رحله جميله، كانت رحلة لذيذة. احنا الحمد لله انبسطنا جدا جدا جدا، وان شاء الله هنيجي جورجيا تاني وتالت ورابع. بجد بجد مش واخدة حقها خالص خالص في السوشيال ميديا، والناس هنا طيبين فوق 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 الوصف. فان شاء الله بإذن الله هنيجي تاني وتالت ورابع. المهم دلوقتي بقى احنا هنشارككم معانا يومنا واحنا مروحين، وهنشارككم معانا تفاصيل. المهم دلوقتي بقى تضغطوا لايك للفيديو دوت وتوصلوا الفيديو دوت ل 100,000 لايك، وتشتركوا في القناه. وانا على فكره احنا لسه صاحيين من النوم، فهتلاقوا الدنيا كده ايه، انا لسه نايم ما صحيتش حتى تقريبا. بصوا راحت في 7 نومه. فالحمد لله ادعوا لنا نوصل بالسلامه، وشكرا لكل حد كتب لنا كلمه حلوه بيضغط لنا لايك من غير ما اصلا نطلب. احنا بنقول لكم على اللايك علشان نذكركم ونفكركم مش اكتر، لكن انتوا بسم الله ما شاء الله بتقوموا بالواجب وزياده. ادعوا لنا نوصل بالسلامه، ولو الفيديو ده نزل يبقى كده احنا وصلنا بالسلامه. قولوا لنا الحمد لله على السلامه. شايفين المنظر عامل ازاي يا جماعه؟ احنا لسه دلوقتي كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الصبح، الساعه 6 الصبح. فالمنظر حلو قوي، بس طبعا السماء مغيمه لان هنا جو على طول ممطر ممطر ممطر. فهي دول اوروبا كلها كده على طول. جورجيا يا جماعه كلها خضره من اولها لاخرها، كلها اخضر فاخضر. جورجيا كلها خضره زي ما انتم شايفين كده. وعايز اقول لكم كمان ان ده موسم الجفاف، يعني اللي انتم شايفينه ده كده والخضار ده موسم الجفاف. في الصيف بقى ورد بيطلع بقى وازهار وايه اوعى. وش الشتاء اكيد بتبقى تحفه للتلج بقى اللي بينزل بقى، والاجواء الاوروبيه بقى اللي انتم بتحبوها ديت. ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا العمر، ان شاء الله ربنا يدينا الصحه، وان شاء الله اشارككم الاجواء دي في يوم من الايام واقول لكم. انا صورت لكم اهوت زي ما وعدتكم، ان شاء الله باذن الله نصور لكم في التلج، وهنصور لكم في الصيف، وهنصور لكم في كل حاجه. وبص احنا هنفسحكم ونخرجكم كده وانتوا قاعدين مكانكم، وكأن انتوا اللي بتخرجوا. اهم حاجه تقولوا لنا ايه رايكم وبتتبسطوا معانا ولا لا. بنعرف منين؟ بنعرف من اللايك اللي انت ضغطت عليه دلوقتي. وصلنا المطار يا جماعه خلاص. والله العظيم احنا زعلانين ان احنا ماشيين، وزعلانين ان الرحله بتاعتنا انتهت، بس ان شاء الله نخرج ونتفسح. بس انا برضو مبسوطه ان انا مروحه البيت. الحمد لله يا جماعه. على قد ما الرحله كانت جميله، على قد ما هو بيتنا وحشنا. بصوا يا جماعه البيت بتاعكم هو يعني، بص على قد ما المكان اللي انتوا هتكونوا فيه دوت حلو، أكيد بس طبعا. هو بيتكم حاجه أكيد تانية، طبعا. ليه طعم تاني كده. اكيد طبعا. فاحنا دلوقتي دعونا نوصل بالسلامه. احنا ندخل المطار دلوقتي وان شاء الله نوصل بالسلامه، وان شاء الله تقولوا لنا الحمد لله على السلامه. ان شاء الله هنعوض لكم بقى لو احنا قصرنا معاكم حاجه في الفيديوهات الرحله دي. لا ان شاء الله لما اول ما نروح هنجيب البوكس اللي انا بقول لك عليه ده بتاع العمره ونعمله. هنعملها لكم ان شاء الله. كل الفيديوهات اللي فاتت دي احنا ما عملناش فيها حاجه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. يلا مع السلامه. لا مش مع السلامه، احنا اللي مع السلامه هنمشي. ايوه معرفش. انتوا قاعدين حطوا اللايك وقاعدين. يلا بينا. احنا واصلين ساعه بدري قبل الميعاد طبعا. بدري 4 ساعات. لا ما انت المفروض تيجي قبل ميعاد الطياره ما تطلع ب3 ساعات، فاحنا جينا ب4 ساعات، فساعه بدري. ما هو ال3 ساعات دول الاساسي. 3 ساعات دول بقى نعمل فيهم ايه؟ بتخلصي الاجراءات وبتختمي الباسبور 3 ساعات اقعد اخلص في الاجراءات. لا ما هو روتين عشان خاطر ما انت ما تضمنيش ايه اللي يحصل. فاحنا والله كان زماننا نايمين دلوقتي. بصوا يا جماعه، احنا طبعا عشان احنا في بلد غريبه اول مره بنجيها، فاحنا طبعا يا جماعه بما اننا في بلد غريبه فاحنا لازم نبقى مش يعني نعمل حسابنا. احنا مش عارفين ممكن يقابلنا ايه ولا ممكن ايه اللي يحصل. انا ده رايي، انتوا اعملوا كده برضو لو انتوا مقتنعين برايي. لما تكونوا في مكان انتوا اول مره بتروحوه. المهم اللي انا عايزه اروح الصراحه، يعني انا المفروض يعني هنوصل امتى بالظبط؟ يعني معلش هقول لك على حاجه، احنا خسرانين حاجه؟ قاعدين فاتحين الانترنت هنا في المطار. خسرانين حاجه ايه؟ وهنشرب حاجه. لو عايزه تشحني هتشحن لك الموبايل عادي، في شواحن كتير في المطار. انت مش لاقي حاجه. انت شكلك بتتلكك، ما كنتش عايزه تمشي. هي بتتلكك على فكره يا جماعه. على قد ما المكان حلو بس بيتي وحشني. عارفين لو لينا بيت هنا
والله عادي، لو لنا بيت وسرنا الله. وحاجاتنا ودلابنا ربنا يوسع علينا ويوسع على الناس كلها يا رب. يا رب يا رب اللهم امين. يا رب، ربنا يرزق كل حد نفسه في اي حاجه. امين يا رب، اللهم امين. ربنا يوسع عليكم من واسع يا رب ويكرمكم بس ويرزقكم. خلي بالكم في مفاجآت حلوه قوي احنا هنروح نعملها. لا لا لا، ده في أقول لهم؟ لوكشة مفاجآت. اقول لهم مش هتبقى مفاجآت، في لوكشة مفاجآت كده، فعلوا الجرس. خلاص يا جماعه الحمد لله وصلنا عند اخر مرحله، واحنا دلوقتي عند البوابه مستنيين ان شاء الله ان البوابه تفتح ونخش نركب الطياره كده. خلاص يا جماعه ما فاضلش غير مسافه السكه، وان شاء الله ان شاء الله نوصل بيتنا بالسلامه. وادعوا لنا بقى نوصل بالسلامه او قولوا لنا الحمد لله على السلامه. احنا دلوقتي خلاص ان شاء الله فاضل بتاع نص ساعه كده والبوابه تفتح ونركب الطياره. وزي ما قلت لكم استنوا اللي جاي عشان في مفاجآت كتير جدا ان شاء الله. انا متاكد انها تعجبكم جدا وهتفرحوا لنا وهتحبوا لنا الخير، عشان اللي جاي كله خير ان شاء الله. زي بقى ان انا عايز اقول لكم بيني وبينكم كده ان انا عامل مفاجاه لالاء حلوه قوي 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 قوي. الاء ما تعرفش بقى عنها اي حاجه خالص، هتعجبها وهتعوضها وهتبسطها وهتزقططها، وانتوا والله العظيم اللي هتفرحوا لها، عشان انتوا كلكم بتحبوا الاء وكلكم بتقولوا يا محمد خلي بالك من الاء. فانا قررت ان انا اعمل مفاجاه لالاء من العيار التقيل قوي، من العيار اللي هي بتيجي المفاجات اللي بتيجي الموسميه دي. انا كان لازم افتح الكاميرا دلوقتي واصور اللحظه ديت، ما بتجيبش حاجه لما بتقسمها معايا، مع اني لسه شارب كابتشينو وجابت الايس كوفي بتاعها وبرضه عايزه تسقهولي تسقهولي تشربهولي. بصوا يا جماعه البت دي نصي وانا نصها، وربنا خلقنا عشان نكون انصاص بعضينا. غطا ايه؟ غطا والحله؟ الغطا لا انا الحله وانت الغطا. لا انت هي... الحله وانا الغطا. هما بيقولوا مثل كده الغطا وحلها، حلتها وحلها. بيقول لك الزير بيدور على غطاه. ايوه يا غطايا. على فكره انا بقول لها يا بت عشان هي صاحبتي، ها مش تقليلا منها يعني، انا بقول لها يا بت عشان هي عايزه اقول بنتي لكم وصاحبتي. ان محمد بيعتبرني كل يعني صاحبته. هي بنتي وصاحبتي واختي ومراتي، وهي عارفين انتوا يا وانا جماعه نفس الكلام برضو يعني. انتوا انا نفس الكلام ولا لا؟ ايوه طبعا. الصراحة. بص يا جماعه انت او انت لما بتتجوز خلاص بقى انت بتبتدي تعمل بقى بيت واسره وعيال وحياه ودنيا. لا حياه جديده بجد، حياه مختلفه. بتبتدي تخطط بقى لعيالك. وعايزه اقول لكم على حاجه، اختاروا صح. من الاخر بمعنى اصح انت اختار ام لعيالك وهي تختار اب لعيالها، بمعنى اصح، لان اللي في الاخر ده كله اللي بيجنيه ان كانت الاختيار صحيح اللي بيجنيه العيال. لا بس خلي بالك برضو في ناس برضو بيبقى شايفين في البدايه اللي هم اختياراتهم صح وفي الاخر بيبقى عادي ونعم بالله. بس نصيب. الواحد يستعين بالله ويستخير ويبص على الاساسيات اللي في الشخص اللي هو الاخلاق، ما يبصش بقى ده معاه فلوس ده معاه عربيه ده معاه ايه، او هي مثلا الكلام ده على فكره الكلام ده ملوش اي 30 لازمه، او هي مثلا عندها بابي مش عارف هعمل لها ايه في البنك. لا بص على المعدن. في ناس منكم اكيد بتتفرج عليا ممكن يكون جوزها ما شاء الله ما شاء الله يكون مبسوط كده بس هو بخيل، والعكس. انا هقول على حاجه ما طلعتهاش قبل كده وما صرحتش بيها قبل كده، والاول مره بقولها. البت اللي جنب ديت اللي اسمها الاء المسكره دي، انا قبل ما اتجوزها انا فضلت شهرين او اقل من شهرين، يا رب شهر تقريبا. معلش انا عندي الذاكره ذاكره سمك، قعدت اختبر فيها اختبارات وكنت براقبها. لا مفيش الكلام ده. انت كلمتني مره واحده. ايوه انا هقول لكم يا جماعه ايه اللي حصل. احنا ممكن نكون بنحكي اول مره الموضوع ده، بس هو كلمني مره واحده قبل ما يكلم بابا، بس هو اللي عرفت بعد كده اللي هو كان بيراقبني من بعيد. كنت بتقص يعني كان بيعرف اخباري معرفش منين، بس هو كان بيعرف اخباري. يعني مثلا كان فاهمين انتوا الحاجات دي. بصوا يا جماعه كان عندي هدف ان انا لما اجي اختار صح، اختار حد يكون عنده اخلاق، اختار حد يحافظ عليا مع الزمن، مع تقلبات الزمن. الحياه مش وردي، الحياه مليانه مشاكل. انا عايز اقول لكم ان مثلا ابسط ما فيها الطفله الصغيره ديت بتيجي ساعات اوقات مثلا بتبقى زهقانه وتقعد تعيط وتبقى بتعصب الواحد وتبقى عايزه، عارفين محتاجه طاقه. الواحد بقى يكون عنده بقى تحمل مسؤوليه وعارف يعني ايه اسره وعارف يعني ايه بيت وعارف يعني ايه عيال وعارف يعني ايه الحياه شراكه. اسهر بتالين بالليل اخدها واقعد اسكت فيها، مش اللي هو انا ماليش دعوه وانا مالي وضرب دماغي في الحيطه. هي كذلك انا ممكن يجي عليا اوقات ابقى مضغوط ومخنوق وقرفان، هي بتهون عليا. والله الحياه الزوجيه بتبقى فيها حلو كتير ومر كتير. الجواز مش سهل. لازم الاختيار يكون صح، ولازم تختبري الراجل اللي معاكي قبل ما تتجوزوا، لان عارفين اتخطبوا مليون مره. اتخطبوا اتخطبوا مليون مره يعني اتخطبوا كتير
اتخطبوا كتير ولا تتخطبوش مره واحده؟ لا بجد بجد، يعني انت لو فركشت خطوبات كتير عادي مش مشكله، دي حاجه ما تعبتيش، بس تتجوزي جوازه وما يعني ده حرام الصراحه. فلازما تختاري راجل مناسب ليكي وانت نفس الكلام. عشان ما حدش، بس انا ما كنت والله القميص كان معدول والكلام ده كله، بس من تالين وانا بسكتها كانت عمال تزن فعشان بنيمها فالقميص ما يتبهدل وكده، لكن انا كنت متظبط كده ومتأنتك كده. فبكره اللي مش متجوز يتجوز وهيعرف، بتقشط هنا بتعب الحاجات دي عادي جدا عادي. فبس كده. المهم دلوقتي صلي على النبي عشان احنا طولنا عليهم والبوابه بتفتح. فانا دلوقتي يا جماعه لو انتوا حابين فكره البودكاست ديت وان احنا نعمل لكم حلقه كل اسبوع، اضغطوا لايك للفيديو ده، هعرف ان انتوا حابين الفكره، واكتبوا لنا في التعليقات تحت عشان البوابه خلاص فتحت، هنقوم نلحق الطياره بتاعتنا عشان ماشي فاهمين. يلا بينا. احنا دلوقتي يا جماعه خلاص في الممر اللي كل الناس بتحبه. الممر ده بيبقى فيه راحه نفسيه كده جميله جدا اول ما بتوصل عنده. طبعا بتبقى انت خلصت كل الاجراءات بقى، طبعا السفر متعب جدا واجراءاته متعبه، فانت اول ما بتوصل للمرحله ديت وخلاص داخل على الطياره بتبتدي بقى اللي هو ايه ترتاح نفسيا بقى، انا هنام وان شاء الله نوصل بالسلامه. فممر السعاده. انا بحب السفر جدا على فكره يا جماعه، ولما بكون رايح اركب الطياره ببقى فرحان ومبسوط. خلاص احنا كده داخلين على الطياره، واحلى حاجه عجبتني ان مفيش باص هنركبه. عارفين انتوا الممر اللي بيدخل على الطياره على طول؟ ما بحبش الباص ده، بيبقى رخم. وصلنا الحمد لله لكرسي الطياره يا جماعه. هتلين صحي بتيجي، هي اللي بتيجي في الطياره وتصحى. خدي يا تلين خدي. سيبيها بس سيبيها. هي اللي بتيجي في الطياره وتصحى يا الاء. مستخف الناس دي كده ان شاء الله ان شاء الله. دول عينيا بصوا والله العظيم يا جماعه، الزعل ده الواحد لما بيزعل في الاخر هو اللي بيشيل الليله. متزعلوش، اهم حاجه صحتكم، خليكم زي قويه. انصحي نفسك يعني. انا قويه جدا. بس المهم يا جماعه انتوا بعتولي شويه قصص، يعني انا بجد زعلت وقعدت اعيط لما شفت القصص بتاعتكم، قلت يا ريتكم ما كنتوا بعتولي حاجه. امسك الكاميرا. تلين بتصحى، هي تلين بتيجي في الطياره مش ملاحظه ان هي بتيجي في الطياره وتصحى. على فكره يا جماعه كان المفروض ادخل اقعد جوه، بس انا بصراحه بكره القعده جنب الشباك، ما بعرفش اخرج. ومحمد الطرحه بتاعتي التانية محمد حطها في الشنطه. هو انا ليه ببص هنا مع اني المفروض ابص هنا؟ الكاميرا اهي الكاميرا اهي، المفروض ابص هنا. محمد حط الطرحه بتاعتي في الشنطه، فانا قررت ان انا البس الطرحه دي. بس هي الطرحه مش احسن حاجه بس مش مشكله. نفسي افهم سؤال واحد، بقالها ساعه نايمه ليه اول ما بنركب الطياره بتصحى؟ يا توتي صباح الفل صباح الفل. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. لقد وصلنا بعد ما تلين طلعت عينينا. تلين بص تعبتنا العياط. والله. بص العياط. شفتوا يا جماعه قلعتها البتاع اللي كانت لابساه ولبستها البيجامه دي. الطياره كلها بتتفرج علينا. المرحله اللي كله بيوصل فيها مفرهد بقى، خلاص بقى مرحله اللي هو والنبي يا رب الشنطه تخرج الاول قبل الناس كلها. ان شاء الله الشنط بتاعتنا تخرج بسرعه باذن الله. سفر متعب جدا يا جماعه. متعب انا عايزه انام والله عايزه انام. احنا خلاص دلوقتي يا جماعه في مرحله انتظار الشنطه، والمفروض ان انا دلوقتي اول ما الشنطه تيجي اخدها وعلى البيت فريره. البيت وحشني قوي، البيت وحشني قوي والله. والعربيه جت الحمد لله. شكرا. الا فرهدت يا عيني والله. يلا يا استاذه تالين اركبي. ويلكم دبي. الحمد لله يا جماعه احنا على الاراضي الاماراتيه والحمد لله وصلنا دبي. خلاص كده خلاص، واحنا خلاص وخلصنا. تعبنا على فكره، المشوار مش بعيد بس هو السفر نفسه متعب، لان كمان احنا معانا تالين فتالين بتتعبنا. فالحمد لله وصلنا بالسلامه. هنروح بقى ناخد شاور كده ونفوق كده ونروق كده. الحمد لله. قولوا لنا الحمد لله على السلامه.
الامارات وحشتنا والله، والحمد لله كانت رحله جميله وانبسطنا واخر انبساط، والحمد لله ان شاء الله باذن الله نبقى نروحها بقى في موسم التلج بقى. الحمد لله على السلامه، بيتنا اللي وحشنا. بس عايز اقول لكم ان انا اتصدمت يا جماعه، بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا منظر التراب والزرع كله مات للاسف. والله بجد زعلت جدا جدا لما شفته. بصوا الزرع، معرفش بقى انا هسقيه دلوقتي حالا، معرفش هيشتغل تاني بقى ولا لا، سامحني يا رب. والله انا زعلت قوي على الزرع ده يا جماعه. اول حاجه هعملها دلوقتي قبل ما ادخل وقبل ما اغير، لا ده خات على طول ايه، شافت نفسها وروقت على حالها. اول حاجه هعملها دلوقتي قبل ما اقلع هدومه وقبل ما اخد شاور، هسقي الزرع ده عشان والله انا زعلت عليه جدا. يا نهار ابيض، ده بص نشف خالص، معرفش بقى يشتغل تاني ولا لا. معرفش بقى هل هيشتغل تاني بقى ولا لأ. يا رب يشتغل يا رب، يا رب يشتغل يا رب. يا نهار ابيض، بص نشف نشف خالص. مع ان على فكره يا جماعه انا قبل ما امشي سايق الزرع ده كله، بس طبعا عشان احنا طولنا عليه، الرحله كانت طويله شويتين، فالحمد لله يعني الحمد لله. كان محتاج ان انا اخلي حد يتابعه، بس والله ما جاش في بالي ان هو ممكن ينشف كده، بس ان شاء الله هيشتغل باذن الله. هخش دلوقتي بقى اخد شاور كده واروق على نفسي انا الاخر، عشان ما تبلش زي الشجره دي ما دبلت كده. طبعا يا جماعه معروفه ان احنا الحمد لله رجعنا، يعني هناكل الاكل الحلو ده. الاكل بقى بتاعنا بقى، الاكل بتاعنا عايزه بقى. اقول لكم الصاله كلها الريسبشن كله متبهدل. كل ده يتروق، بس نريح كده ونصحى، وانا هعمل كل حاجه ونظبط نفسنا كده. انا خدت شاور وروقت على نفسي، انام بقى وان شاء الله الصبح نروق الدنيا مع بعض ونظبط الدنيا بره. احسن عايز اقول لكم البيت يضرب يقلب. طبعا الطاجن بتاعي يا رب بقى ايه اكله ما يحصلوش حاجه زي المره اللي فاتت، فاكر؟ لا بس المكرونه انا بحب المكرونه دي قوي. مكرونه بشاميل. مش عامله ازاي؟ ناكل بقى يا جماعه. لو لقيت فيها نفس هصور لكم تاني، ما لقيتش نفس الصبح.